قطع من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. حتى الطيور كانت بتنعم في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا الله، حتى فقراء أهل الكتاب عاشوا أجمل عيشة في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. الشاهد من ده كله إن كان من ضمن الحاجات اللي عملها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه إن هو جوز الشباب والفتيات. ليه؟ عارف ليه؟ عشان الشاب لما يكون مشغول بشهوته ما بيعرفش يفكر في دينه. الشاب ممكن تغلب شهوته لدرجة انه لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يعبد ربنا ولا عارف يقرأ قرآن ولا عارف يطلب العلم ولا عارف يدعو إلى الله ولا عارف يعامل الناس كويس. نفسيته تعبانة، متضايق، مخنوق، نفسه يحس باستقرار، نفسه ربنا يكرمه بذرية صالحة تيجي بدري كده عشان يقدر ينشئهم نشأة طيبة، نفسه يستقر، نفسه حاجات كتيرة جدا فمش لاقي، فبتبقى نفسيته تعبانة. ولذلك نصيحتي لكل شاب يقدر يتجوز بدري يتجوز بدري. ايه اللي يخليك تتأخر؟ هو لازم تستنى لحد ما يبقى عندك 40 سنة وتتجوز دلوقتي يطلع يقول لك يا جدي ما ينفعش الكلام ده، اتجوز بدري. خلي ولادك الفرق بينك وبينهم جميل، حس ان هو صاحبك. شوف ربنا ليه وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى في صحوبية، بدل ما يبقى في صحوبية مع ميم ولولو وتوت وسوس، لا، يبقى صحوبية مع أم وأبويا. أم وأبويا أحب الناس إلي، أقرب الناس إلي. هي دي المسألة، إن أنا أكون بر جدا بأمي، بحبها وبحب أبويا وهم الاثنين أصحابي، سر عندهم وسرهم عندي. أنا لما بكون مزنوق في مشكلة ولا أي حاجة أروح أخد أمي في حضني. أمي أنا عايز أحكي لك مشكلتي، عايز أحكي لك يا أبي مشكلتي، عايز أكلمك شوية أخد رأيك. هي دي المسألة، وصاحبهما في الدنيا معروف. الإحصائيات بتقول يا جماعة إن أكتر من 80% من الشباب والبنات أسرارهم مع أصحابهم. يعني الشاب بيبقى سره مع صاحبه أو البنت سرها مع صاحبتها. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انت يا الشيخ محمود. معاك إن شاء الله. مع حضرتك اتفضلي. الو. أيوة مع حضرتك. لو سمحت انا بصلي. ما شاء الله. الو. أيوة مع حضرتك والله. حضرتك الشيخ محمود؟ والله هو بعينه. انا بحبك في الله والله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. انا لما بصلي دايما بس بقطع على طول. بصلي دايما بس بقطع على طول. يعني انت كده قلت حاجتين ضد بعض. قلت انك بتصلي وما بتصليش. دلوقتي ما بصليش. ليه طيب؟ بحس ان انا تايهه لما بصلي، بحس ان انا ببقى تايهه في الصلاه. لا، ده مدخل مداخل الشيطان. ربنا يبارك فيك. استعيذي بالله من الشيطان قبل ما تخش في الصلاه كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخش على طول في الصلاه. فضل ركزي، حط وشك في موضع السجود واخد بالك، واقرأي كده قراءة كده متأنية، وعيشي مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحس كده بمعاني القرآن، ما تلتفتيش لأي حاجة، هتحس بلذة. حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا الله، أجمل لذة، أجمل لذة تحس كده إن أنت بره الصلاة مخنوقة. يعني عشان كده كان من السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن ورجل قلبه معلق في المساجد. ان انسان قلبه كده كأنه متعلق في المسجد، يخرج بره تعبان عايش من غير قلب، مش قادر، فما يرتاحش الا ما يخش بيت ربنا سبحانه وتعالى. طب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله. جزاك الله خيرا عن الموضوع الجميل اللي حضرتك بتتكلم فيه. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بس انا هطلع من الموضوع بس واسال حضرتك سؤال. امرني. ريت الرد عليه بعد اذن حضرتك. امرني تحت امرك. انا بشتغل في بنك من حوالي 6 شهور في خدمة عملاء. نعم. فبنفتح حسابات فيها فوائد وبنفتح قروض والكلام ده. نعم. هل هذا شغلي حرام ولا حلال؟ حضرتك في بنك اسلامي؟ لا مش بنك اسلامي، بنك استثماري خاص. بنك استثماري خاص. طب انا نصيحتي لحضرتك ربنا يبارك فيك، السؤال كده مفهوم. نصيحتي لحضرتك ربنا يبارك فيك، احرص كل الحرص. احنا ما بنقولش ان كل البنوك ربويه وكل البنوك حرام، طبعا الكلام ده ما فيهوش انصاف. لا، بنقول من انصاف ان في بنوك ربويه وفي بنوك اسلاميه، وفي بنوك ربويه وليها فروع اسلاميه وفاصلين المعامله تماما. في بنوك صح ربويه وعامله فرع اسلامي والاثنين مخلط على، لكن في بنوك فعلا ربويه وعامله فرع اسلامي وفاصلين ده عن ده. حاول ربنا يكرمك تشتغل في بنك اسلامي وربنا يعوضك كل خير ان شاء الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه اعرف انا عملت ده صح ولا غلط. اتفضلي. انا مخطوبه. نعم. وبساعد خطيبي. نعم. بساعد خطيبي. بايه؟ بساعد خطيبي. في التجهيز يعني كده؟ ماديا كده. نعم.
فأنا مش عارفة كده صح ولا غلط. والله ربنا يبارك فيكي طبعا، يعني حاولوا. هو إنسان ملتزم الحمد لله. بيصلي. طيب ربنا يبارك فيكم فيه يا رب. طبعا قدر الإمكان تحاولوا تأثروا فترة الخطبة ديت ويبقى في عقد عشان يبقى في يعني التعامل بشكل شرعي بحيث ما يبقاش في أي معاصي. أما أن أنت بتساعديه وتحاولي أن أنت يعني تأسسي بيت الزوجية، الأصل أن كل دوت على الزوج. لكن لو حسيت حضرتك أنه إنسان فاضل وعايز يتجوز ويعف نفسه ويعف حضرتك، وانت فعلا حاسه ان هو هيعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى وهتضحي بجزء من المال معاكي عشان ان انت تنشئي البيت، فلا حرج في ذلك، مفيش اي مشكله خالص بالمره، واسال الله عز وجل ان يتم لكم الامر على خير. نرجع لموضوعنا. انا عايز اتجوز، يعني الموضوع مهم جدا. طيب اهو المخرج حتى بيقول عايزين نتجوز. ربنا يجوزك يا استاذ محمد. قول امين. فبنقول سيدنا عمر بن عبد العزيز من ضمن الحاجات اللي عملها، عمل ايه؟ راح مجوز الشباب والبنات، ودي جميل قوي. والله اقسم بالله العظيم انا مره يعني نمت ليله كده وتخيلت نفسي ربنا رزقني بمال زي سيدنا عمر بن عبد العزيز وعمال اجوز الشباب يمين وشمال والاخوات وكده، وسبحان الله بتمناها والله من كل قلبي ان ربنا يكرمني واقدر اجوز اكبر قدر من الشباب. اقسم بالله العظيم بتمناها، بتمنى ربنا يجعلنا سبب في انشاء بيت مسلم، 200 10,000 100,000 ربنا يكرمنا ويكرمكم. ولذلك انا يعني عشان كده بقول للاغنياء ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم، ليه ما تكونش سبب في ان انت تعف اخ واخت مسلمه وانويها بقى نيه كده حلوه. ايه هي؟ انا هجيب شاب ما شاء الله ملتزم واخت ملتزمه واجوزهم على حسابي، عندهم شقه هفرشها لهم مثلا، وانوي بالفرش ده او المساعده ديت في الزواج ان كل صلاه يصلوها وكل عباده يعبدوها وكل ولد يخلفوه يعبد ربنا يبقى في ميزان حسناتي. تخيل حضرتك الخير اللي ممكن يوصل لك. والله مره كنت في زياره الاخ، الكلام ده من حوالي 8 سنين، ففجاه هو شاب فقير وبسيط جدا يعني، فجاه لقيت عنده في البيت والله يا اخوه بنفس المنظر اللي بقوله كده، كل الاجهزه الكهربائيه اللي ممكن تخطر على بالك في بيت، من غساله اوتوماتيك لديب فريزر لثلاجه لسخان لمكيف لبوتاجاز لكل ما تتخيله. فبقول ايه ده؟ ما شاء الله ربنا يبارك يا رب العالمين. فقال لي والله الحمد لله رب العالمين زوجتي ما شاء الله ختم القرآن ب7 قراءات، وانا ظروفي الماديه تعبانه وهي ظروفها الماديه تعبانه. فواحد جاي من بره من دول الخليج ربنا يحفظه ويبارك فيه ويوسع عليه، فجاي من بره نفسه يعمل اي خير، فقال لي يا جماعه انا عايز اكون سبب في اقامه بيت مسلم، فشوفوا لي اخ ملتزم واخت ملتزمه تكون المساله بالنسبه لهم متعسره. فقالوا له في اخت ما شاء الله ختم القران ب7 قراءات وظروفها الماديه تعبانه جدا، وفي اخ اللي هو زوجها بقى اللي هو عاقد عليها برضه ظروفه تعبانه جدا. قال خلاص ايه اللي ناقصهم؟ قالوا والله العفش والاجهزه الكهربائيه. قال عليا الاجهزه الكهربائيه كلها، وراح جاب لهم اجهزه كهربائيه في الوقت ده ب12,000 جنيه. سبحان الله. اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتي. ليه ما تعملش كده؟ ليه ما تفكرش في مره من المرات؟ وكنت مبسوط جدا ما كنت في السعوديه، اسال الله عز وجل ان يبارك في اهلها. سبحان الله شفت هناك مشروع في جده عاملين مشروع لتزويج الشباب، ما شاء الله كل اللي معدي يحط اللي ربنا يقدر عليه، حط فلوس والشاب بيتجوز وكون انت سبب في انشاء اسره مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. الانسان جواه الشهوه مركبه، والميل والغريزه الفطريه بين الرجل والمراه ده ميل فطري، محدش يقدر يعاند نفسه، محدش يقدر يقول انا عمري في حياتي ما كان عندي رغبه في اي امراه، ما يقدرش يقول كده. وما يقدرش واحده تقول انا ما بحبش الرجاله، انا رجاله ايه دولت ولا اعمل بيهم ايه؟ لا سبحان الله ده ميل فطري بين الرجل والمراه. شيء طبيعي ان الرجل يميل غريزيا للمراه والمراه والا ما كانش ده من اسباب بقاء النسل الانساني. ربنا جعله سبب، والانسان ايه؟ مدفوع ومجبول على هذا، يعني مدفوع غصب عنه لمساله الشهوه. وذلك تلاقي زوج وزوجه والاثنين بيكرهوا بعض وشاكين بعض في المحاكم وعاملين مشاكل، ورغم ذلك مخلف منها 12 ولد. طب خلف منها ازاي اذا كان هو اصلا بيكرهها؟ سبحان الله هو مدفوع لحب المراه وشهوتها وشهوه المراه. سبحان الله. طيب الانسان طالما جواه الشهوه دي مركبه يبقى يضعها فين؟ في الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقه. الله اكبر. وفي بضع احدكم صدقه، اي نعم، يعني اذا اتى الرجل امراته في الحلال فله بذلك صدقه. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال أجل. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. خد بالك من حاجة،
لان بعض الشباب يقول لك ايه، انا عايز اعيش حياتي واديني ماشي مع دي شويه وماشي مع دي شويه وخلاص، وبدل ما اتحمل مسؤوليه، وبعدين زي ما بيقولوا كده حتى محلاها عيشه الحريه. الانسان لما يعيش حر بدل ما يبقى بعد كده سبحان الله اتجوزت وبعدين الزوجه بقت حامل وبعدين الخلفه وبعدين مش عارف ايه والتربيه والمدارس ودوشه ومشوار. اقول لك مأجور على كل ده حبيبي، مأجور على كل هذه الاشياء. سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في امرأته له بها صدقه. ويقول صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار انفقته في كذا، ودينار انفقته في على اهلك. قال اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. هو ده اعظم اجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت او يضيع من يعول. فسبحان الله، فليك اجر، ليك اجر. كل لقمه في فم الزوجه لك بها اجر. كل نقطه لبن تنزل من ثدي امرأتك في فم طفلك لك بها اجر، لان انت اللي بتاكل زوجتك. فهذا ياتي من الطعام اللي انت اعطيته لزوجتك. سبحان الله، فكل ده ليك بها اجر. والولد كل لما يطلع ويسبح حمد ربنا ويعبد ربنا ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل ده في ميزان حسناتك، حسنات شغاله. ولذلك كنا مره مع اخ كده ربنا يحفظه، كنا داخلين نصلي مع الظهر، فكلنا دخلنا صلينا الظهر. هو كان ما شاء الله كان ربنا يعني يكرمه ويوسع عليه رب العالمين، عنده 10 اولاد ذكور، فكانوا كلهم داخلين يصلوا معانا الظهر. فبعد ما طلعنا من الصلاه خلصنا وخرجنا من المسجد، فقال الحمد لله كل واحد فيكم صلى الظهر مره واحده، اما انا فصليت الظهر 11 مره. فاخ بيقول له ازاي يعني؟ قال له ما انا صليت ولادي ال10 وهم في ميزان حسناتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب ابيه. كل اللي يعمله الابن في ميزان حسنات الوالد بفضل الله سبحانه وتعالى. فواحد يقول لك لا انا مش عايز اتجوز عشان عايز اعيش حر. اقول لك حاجه بقى، معنى ممكن تكون ما انتش حاسه. اعظم حريه ان انت تكون في طاعه ربنا، واعظم سجن عياذا بالله او اسوأ سجن الذي يحبسك، ان ذنوبك تحبسك عن دخول الجنه. ذنوبك لو حبستك عن دخول الجنه هو ده السجن الحقيقي. السجن الحقيقي مش انك انت تبقى ورا خضبان، انت ممكن تكون في السجن الحقيقي ده او السجن اللي الناس عارفاه، في السجن ومحطوط في زنزانه يعني وكده سبحان الله، وتكون عايش في جنه. وهديك مثالين جمال جدا جدا، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام وشى به بعض العلماء الى السلطان. قالوا له ده الامام ابن تيميه بيرسم عشان ياخد الكرسي بتاعك وعايز يبقى ملك البلاد. فراح بعت له قال له سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي، شكلك كده بترسم على الكرسي. فتبسم الامام وقال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أفكر في الملك بتاعك أنت، ده أقل واحد في الجنة ملكه قد الأرض كل قد مش الأرض الكور الدنيا كلها 11 مرة. والحديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة، يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا و10 أمثالها؟ فيقول رضيت يا رب. ده مين؟ ده أقل واحد في الجنة سبحان الله. فقال والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فالملك ما عجبوش الكلام طبعا، يعني إيه يعني أنت عايز تحسسني إن أنا مش عايش ملك يعني؟ طب يلا دخلوا السجن. فراح مشاور كده فدخلوا السجن. السجن زمان بقى كان غير دلوقتي، يعني دلوقتي الزنزانة تقفل كده، لا زمان كانت الزنزانة بتنزل من فوق واخد بالك. فسبحان الله فلسه منزلين السور بتاع الزنزانة. فالإمام أول ما شافه وسبحان الله دايما بقولها وبكررها، كل شيء في الدنيا لازم يذكرك بكل حاجة في الآخرة. تشوف الزنزانة ديت وهي نازلة كده، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، تتذكر سور الأعراف اللي على الصراط. لما تشوف الخضرة الجميلة الحلوة البلاستيك اللي قدامنا دي، لا الخضرة حقيقية بقى لما تشوفها بره يعني سبحان الله. لما تشوف الخضرة حقيقية تتذكر نعيم الجنة. لما تشوف النار بتاعة الفرن اللي عند الخباز وكده تتذكر النار. لما تيجي تنام وتتغطى وتحط اللحاف على دماغك تتذكر القبر. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعل قبورنا كلها روضة من رياض الجنة سبحان الله. فالإمام ابن تيمية داخل السجن فمنزلين السور كده. طب قبل ما ننزل السور معانا اتصال. السلام عليكم هنقط السور شوية. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود. أيوة مع حضرتك. أيوة يا شيخ محمود. اتفضلي. أنا بقالي
اسبوع بحاول اكلمك والله. الحمد لله ان انت وصلتي، الحمد لله على السلامه. اهلا بيك، اتفضلي. والله يا شيخ محمود انا عندي مشكله وعايزه ارد عليه وعايزه اسمع لراي حضرتك. اتفضلي حضرتك. انا دلوقتي متزوجه معايا طفلين. نعم. وزوجي ما بيشتغلش، مش حابب الشغل. ايوه. اشتغل. طب قولي تاني كده ماشي. زوجي مش عايز يشتغل. ومعايا طفلين منه. نعم. واقول له صلي ما بيصليش. ما بيصليش كمان؟ مش حاطط في دماغه الصلاه خالص. هو قاعد مع حضرتك دلوقتي سمعنا؟ ولا الصوم. هو قاعد مع حضرتك سمعنا دلوقتي؟ دلوقتي زعلانه وقاعده في بيت اهلي. نعم. بقالي دلوقتي يعني 10 ايام. نعم. وفي مشاكل جامده بيننا وبين بعض. نعم. كل ما يجي اهلي يمشوه ومعترضين على عيشتي معاه. والله يا اخت ربنا يحفظك. هو يعني الانسان اللي ما بيصليش ده يعني انا يعني الحمد لله ربنا هاديني وبصلي وكل حاجه، بس من كتر الهم والمشاكل نعم مش مركزه في اي حاجه. لا ان شاء الله خدي بالك حضرتك. هو يعني ربنا يحفظنا يحفظك. يعني طبعا السؤال واضح، انا هجاوب لحضرتك دلوقتي. هو المشكله ان في بعض الناس بتظن ان لما يحصل لها مشكله ان انا بقى عشان المشكله فانا مش هعرف اركز بقى لا في صلاه ولا في عباده، وانا بقى بصراحه حاسس بان انا بصلي الصلاه مش مظبوطه فاسيبها بقى، وبعدين ايه لما حالتي تتظبط ابقى ارجع اصلي كويس. لا، حل المشاكل كلها ان احنا نتوب الى ربنا سبحانه وتعالى. حل المشاكل كلها ان احنا نشوف احنا بنعمل ايه. اكيد اي انسان في الدنيا عنده ذنوب، اكيد عنده تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لازم كل واحد يراجع نفسه بجد. كان احد السلف كان بيقول كلمه حلوه قوي، كان يقول اني ارى اثر ذنوبي في زوجتي ودابتي. لما اذنب ذنب كده اروح لزوجتي بدل ما كانت بتسالني اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه، تشوفه ضربه ال 111 ومكشره ومش طايقاه، يجي يركب الدابه بتاعته تقوم رافصاه موقعاه، فيقول هو ده من ذنوبي. هي دي المساله. فربنا يبارك فيك يا اخت ويحفظك. ادعي له خليكي يعني حاولي تشوفوا كده يعني ان شاء الله وسيط من اهل الخير يروح يكلمه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، لعله عسى ان ربنا يكرمه ويصلي، وهو لو صلى ان شاء الله ربنا هيكرمه ويوسع عليه ويفتح ابواب الرزق ليه ان شاء الله. وحاولي معاه مره واثنين وثلاثه ان ربنا يجعلك سبب هدايته ان شاء الله. وابعتوا له حد، يعني ابعتوا له حد يكلمه، شوفوا مين اللي غالي عنده ومين اللي ليه اثر عليه وخليه يكلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا. فالامام ابن تيميه احنا وقفنا عند الصور. فالامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه دخل السجن